عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صحيت وعندي كلام أبغى أقوله. أتكلم عن وحدة، أنا من النوع اللي ما أتكلم، لكن هذه مرة يعني جابت العيد حلو وحنا هنا نوقفها عند حدها، اللي هي مريم حسين. نصكم أكيد عارف السالفة، لأن ما شاء الله في تويتر هي الهاشتاج الأول، كلنا ضد مريم حسين مكتوب. وحدة سعودية أرسلت صورتها لزوج مريم، عاد ما أدري تزوجوا ما تزوجوا ما ندري عنهم، هم عندهم فري. المهم سوت مريم حسين، خذت الصورة من عند زوجها ونشرتها، انشرت صورة البنت، انشرت صورة البنت. بنت السعودية وتسوين فيها كذا وتنشرين صورها، ما تخافين من ربت تنشرين صورها، إذا شافوها أهلها ايش بيقولون؟ استري على الناس، غلط. زين على أنتي وزوج ذا اللي ما أدري كيف، اللي في كل مكان معضل هنا وهنا هنا، ما أدري شو وضع أمه. خلاص أنت تغارين وهو يغار، زين مع أشكالكم دي ما أدري الولد بيطلع مترهل. المهم ما علينا، يعني خلاص تغارون، خلاص لا تطلعون في السناب وفي الانستغرام. إذا بتسوون أشياء ما لها داعي مو بلازم تورون العالم إنه كذا. خلاص أنت وياه تصافوا. سالفة إنك تفضحين البنت عشان أرسلت صورتها الزوج كذا اللي ما أدري هو كيف قايل، زين، وتفضحين البنت، عيب ترى والله جد عيب. استري على الناس. ما لقيتي الا الشعب السعودي تتعرضي له، والله وقفتي في مكان يمين بالله بتروحين فيها صدق، لان الشعب ما راح يخليك دامك فضحتي البنت السعودية. بعضهم قالوا اعتذرت، اوكي اعتذرت على عيني وعلى راسي، وش عقبه؟ وش عقبه؟ اعتذرتي وش عقبه؟ زوجك ذا ليه يتميله عند البنات؟ خلاص ليش يتميله؟ دام استغارين خلاص قفل اسمه واستقرامه. اعتذر، ده المفروض مكان، وانا اسال رب العالمين انه يحفظ جميع بنات الناس. ما اعتذرت عشان البنت وانها فضحتها وانه اعتذرت لان في واحد كان بيفضحها وخافت وحذفت الصور. بسرعة عشان يطفون فهمت شلون؟ بدل ما تروح خاص وترسل صور ومش فحرام يعني مثل هالاشكال هذول. انا شو مصحين الحين؟ شوبينج صح؟ شوبينج عشان ما في احد وكذا تقضى سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميعا. كلكم عارفين انا ايش بقول. طبعا كلكم تعرفون ايش سوت مريم حسين. انا مو من النوع اللي يحب يطقطق، لكن اؤمن ان في ناس يحتاجون لدروس تأديبية تقدم لهم مجانا. هي دافعت عن نفسها وتقول انا ما غلطت، البنت هي غلطت وانا يعني عشان اصلح غلطها جالس اسوي كذا. لا انت غلطتي بغض النظر البنت غلطانه او مو غلطانه. لو انت تبغين تنصحينها كان نصحتيها في الخاص وقلتي لها عيب وكذا وكذا وكذا، اوكي؟ لكن انت كتبتي كلام ما ينكتب. ما سمي الانسان انسانا الا انه ينسى، والقلب قلبا الا انه يتقلب، وجل من لا يخطئ سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي ما يخطئ، كلنا بني ادم، والانسان مو معصوم من الخطا. انت اللي سويتيه اكبر خطا مريم حسين، انه انت شهرتي في البنت ونسيتي نفسك. انت اغلاطك العاده شار راسك وما حد تكلم ولا حد دخل فيك الا اذا جبت العيد، وانت الحين جبت العيد مع شعب ما يرحم. تبغينها بالدين، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه، وانت ما سترت على البنت، انت شهرت فيها وكل شيء رجع في راسك. تبينها بالامثال، اللي بيته من قزاز لا يرمي الناس بالحصى، وانت بيتك مره مو قزاز، انت قزاز مكسر بعد. صراحة أنا وايد أحب خصلة الفزع عند الشعب السعودي، وفي نفس الوقت لي الشرف أن يوم من الأيام احتمال أكون أم لسعودي أو سعودية من زوجي السعودي. أولا الشعب السعودي مو في حاجة شهادتك فيه بالفزعة والنخوة، حنا شعب تحت حكم سلمان ورايتنا واحدة ويدنا واحدة. ثانيا انت نفسك مو فاهمة نفسك. زوجي السعودي احتمال أكون أم، الحين انت متزوجة ولا احتمال ولا ايش السالفة؟ بعدين انا اشكك في جنسية هذا اللي معك، ما اتاكد انه مستحيل يكون سعودي بالاخلاق هذه يا جماعة الخير. ما في اي غيرة، ايش؟ لا غيرة لا حمية ولا اي شيء، بس معضل. ولو هذا يقول انا سعودي، انت شكلك زي مريم حسين كل شيء لك جنسية. ما راح اطول، الشعب السعودي كلهم ما راح يقصرون معك، فيهم الخير والبركة. الله يجعل لك بحايمة وسبعة شلوش ثم بدأوا بش يا مريم. هلا بالعطلة، أول مرة من زمان من عمر أحس إني أقدر أسهر لين كيفهم وشلونكم. والله إني مبسوط، ما تدرون إيش كثر محتاج هالعطلة. طيب قاعد أفكر إيش بسولف فيه من الحماس، بس تذكرت إن في شيء صار اليوم.
فهذه ما تمر مرور الكرام، يبغى لها فقرة اجلد. تويتر اليوم مولع وكله جلد ومجالد، سولف فيه بعد الصلاة إن شاء الله. سولف شوف ذا الناس اللي ردت واللي قاعد تهزه ويتسب والسالفة بالضبط ونعرف. اجلد نص الجبهة، اجلد. أبدأ أقول وش السالفة، أبغى أكرر فرحي الشديد وانبساطي المطلق بالعطلة اللي ترى بادية. والله مبسوط. اليوم الفقرة بتكون عن هذا الهاشتاج من أول ما بدأ الصبح، والهاشتاج ترند والناس تطاق وتتلاعن والسعوديين يصفون جنب بعض. وش السالفة؟ السالفة أن مريم حسين صحوا الناس اللي يتابعونها واكتشفونها نزلت صورة بنت تقول هذه رسلتها لزوجي وما نعرف إيش، وقاعد تشحر بها. يقدر يتأكد من صحة هذا الكلام لأن فيه كلام ثاني قالوا أن البنت ترد تقول إني أرسلت صورتي لمريم ما أرسلتها لزوجها وهي نشرتها. ما علينا، مو هنا الكلام أن في هاكرز مسك حساب مريم حسين وقال والله نشر كل شيء، كل الفضايح اللي موجودة فيما يبدو لقاها على بعد المغرب. أكيد إني ما فتحت الموضوع عشان أنتقد مريم حسين ولا أهاجمها. أنا أعقل مني أتكلم عن واحدة زي كذا أبدا. أتكلم عن هذا الموضوع من جانبين، الأول سرعة تناقل الناس للموضوع وتكاتفهم في السالفة واللعن والسب اللي صار ونشر الصور وكل هذا الكلام، والجانب الثاني واللي نرفز إن في بعض الأشخاص مشاهير عندنا ونعرف أخلاقهم وأدبهم ومع كذا قاعدين يهاجمون ويتكلمون عن الأدب. مع الجانب الثاني قبل الأول، واحد من المشاهير قاعد يهاجم مريم حسين ويحجرها يعني ويجلدها. هذا قاعد يتفاخر إن صديقه يخرج مع مريم حسين ويعطيها سيارته وتجي عند البيت. صاحي أنت بيض الله وجهك، يعني أكرمتنا ودافعت عنك سعوديين. صديقك الثاني وهو سعودي بعد يجيبها عند البيت وتعلن بذلك. هذا الثاني عاد هذا يبغى دراسة نفسية كيف جت الشجاعة أنه يتكلم أصلا عن الأدب والأخلاق. يعني هذا اشتهر بإيش؟ اشتهر بمقاطع يتكلم مع أجانب، يتكلم مع الناس فيه ونو. أوسخ من كلامه ما شفت، أقل من أدبه ما فيه. هذا وخويه أننا إذا سمعنا هذا الكلام منهم بنقول لي والله صادقين وأخلاقكم والله هذه قليل أدب. كلكم خموا. نرجع للجانب الأول. في مشكلة عندنا إن كمتابعين في السعودية خاصة في كثير من المشاهير من أكثر من بلد رزقهم علينا، صرح وبعضهم لمح وبعضهم له مواقف واضحة من كرهنا واستسخاف عقولنا وما زلنا نتابعهم. ليه؟ ذولي أشخاص قيمتهم فقط انتباهكم لهم. إذا ما انتبهتوا لهم ترى ما عندنا شيء، ما عندنا أي شيء ثاني طقها الفقر. الاحترام والتقدير لكل الشعوب المجاورة. الشعب السعودي هو الأكثر تأثيرا في مجال السوشيال ميديا. يجب أن لا ننسى تأثيرنا وما نسمح لأحد يلعب علينا. عندنا حسابات في السوشيال ميديا، المفروض كل واحد منا يفتح حساباته ويشوف اللي يتابعهم ويتوقف عن متابعة مثل هالأشخاص. يكفي يسترزقون على ظهورنا. قاعدة تقول لي طيب مريم غلطانة وهذيك مدري ايش مظلومة. يا جماعة أنا ما أتكلم عن هذا الموضوع أبدا. أنا تكلمت عن النقطتين هذه بس. جلود خلصت. فخلوني أختم بكلام يدري دربه، كلمتين لعل بعضها يبقى في عقل من سمع. الحكمة الأشهر الآن في السوشيال ميديا: لا تجعلوا من الحمقى مشاهير. هم حمقى لكن الأحمق منهم من جعلهم مشاهير ومن يبقيهم مشاهير. حين يصادم أحد أخلاقك ويقلل من مبادئك ويهين حتى بلدك وتستمر في متابعته، من الأحمق في هذه المعادلة، أنت أم هو؟